السلام عليكم، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جاي لكم فيديو جامد جدا جدا. ازاي نعمل شريط بحث بمجرد ما نكتب فيه اول حرف او حرفين يجيب لي بيانات الموظفين. تعالى كده بص كده معايا. لو انا كتبت ام او هيجيب لي كل اللي اسمهم بيبدأ بحرف الام او او محمد او ايا كان الاسم تكملته ايه. طبعا انا كل ما هزود هيكمل على طول. ازاي ده حصل او ازاي ده اتعمل؟ بطريقه سهله جدا، بطريقه بسيطه جدا. تابع معايا الفيديو دوت للاخر. لو انت اتش ار هتستفيد جدا 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 من الفيديو ده علشان تلخص على نفسك عمليه البحث الكتيره اللي انت بتعملها. ما تنساش تعمل لايك وشير، ما تنساش تدعمنا في الخير، ما تنساش تقول لنا رايك في الكومنتات، ويا ريت الفيديو دوت يوصل لاكبر عدد ممكن. يلا بينا نبدا. يلا بينا. اول حاجه انا هبدا بشيت فاضي. هسيب اول 3 4 صفوف فاضيين، او لو انا عندي قاعده البيانات بتاعتي هشتغل على الصفوف اللي موجوده. تمام. وممكن ابدا من الاول عادي، مفيش اي مشكله اهو. طيب انا هنا عايز السيرش يبقى موجود هنا. طيب لو انا عايز السيرش بتاعي يبقى في صفحه تانية او في مكان تاني، عادي مفيش اي مشكله. هفتح الشيت واشتغل كل شغلي على الشيت دوت. ولكن تاني انا خليني هنا السيرش يبقى قدام البيانات بتاعتي علشان يكون واضح كل حاجه قدامي. اول حاجه هاخد الشريط الاولاني دوت اللي هو البيانات الاساسيه، اللي هو الديت والسيلز ريب واليونتس. هاخدها هنا واحطها. زي ما انت شايف كده انا حطيتها هنا لان انا هبدا السيرش من فوق. هنا يتكتب البيانات وهنا هتنزل البيانات بتاعتي. طيب بعد كده هعمل ايه؟ هروح على قائمه اسمها ديفلوبر. طب لو انا ما عنديش قائمه ديفلوبر، لان انا هضيف ليه الليست بوكس او التكست بوكس دي من هنا. طيب لو انا ما عنديش قائمه ديفلوبر دي اجيبها منين؟ هخش على قائمه فايل وهخش على اوبشن، ومن اوبشن هيظهر لي حاجه اسمها كاستمايز ريبن. هدوس عليها وهلاقي في كلمه ديفلوبر هنا، هحط عليها علامه الصح. طيب لو انا مش معمول عليها علامه صح خلاص يبقى انا هحط عليها التك او علامه الصح دي، يبقى انا كده فعلتها وادوس اوكي. طب لو هي موجوده يبقى هي موجوده عندك هنا على طول، هتلاقيها شغاله. طيب هتختار من انسرت وتروح تختار حاجه اسمها تكست بوكس. منين؟ من الجزء بتاع الاكتيف اكس كنترول. من الجزء بتاع الاكتيف اكس كنترول هتروح تقول له تكست بوكس، لانها مش متفعله هنا. خلاص، فانت هتجيبها من هنا تحت اهو. وهتروح تقوم قايل له ايه؟ انا عايز اضيف الايه؟ التكست بوكس دي من اول هنا مثلا، وليكن من اول البي لحد الاخر اهو. طيب هنا هيتكتب البيان. امال هنا هيتكتب ايه؟ هكتب هنا، هعمل هنا ميرج لدول واكتب هنا سيرش باي نيم. طيب فخلي بالك مهم جدا ان انت تبقى عامل ليبل للشخص اللي هيعمل سيرش. هيعمل سيرش على ايه؟ تمام. فانا عملت له سيرش باي ايه؟ باي نيم، يعني يكتب اسم السيلز ريب وهيطلع عنده ايه البيانات بتاعه. اه ووسعت شويه خانه السيلز ريب اهي. هبدا اخد بالي ان انا اول خليه عندي هي بي واحد. اول خليه عندي اهي. لو انا شلت كده المستطيل ده هنا فيه بي واحد اهو. هرجع تاني للمستطيل ده وهقول له كليك يمين عليه وهقول له بروبرتيز. طب ايه الهدف من اللي انا بعمله ده؟ ان انا عايز اربط التكست بوكس دي بالخليه. فلقيت قائمه طويله جدا، هقول له لينك سيل، هقول له بي واحد. كده يبقى انا ربطت الايه؟ ربطت التكست بوكس ده بالسيل دي. طيب يعني ايه؟ هقول لحضرتك. يعني لو انا شلت الشريط ده هنا، اي حاجه اهو من ديفلوبر هروح اشيل الديزاين مود. انا مش عايز الديزاين مود، انا عايز اشتغل اكتب على طول. اي حاجه هتتكتب هنا اهو، هكتب اسمي. لاحظ انها بتظهر اوتوماتيك فين؟ كتبت اتش اي زد اي هتلاحظ انها ظهرت هنا في الايه؟ في البي 1. علشان انا هستخدم ده في المعادله، هستخدم ده في المعادله. خلاص. هرجع تاني للديزاين مود، هرجع الايه؟ الشريط ده فوق اهوت، وابدا هنا. هبدا استخدم هنا معادله فلتر. طيب معادله فلتر واحده من المعادلات المميزه جدا 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 جدا، واللي موجوده في الاصدارات من اول 21 وال 365. فتاني، لو انت عندك اصدارات الاوفيس بتاعك لا هي 21 ولا هي اوفيس 365، بنصحك ان انت تنزل الاوفيس. بنصحك ان انت تنزل الاوفيس دول. دور على اليوتيوب ازاي تنزل اوفيس 21 او 365 بشكل مفعل. طيب هاجي اقول له هنا بيساوي فلتر
دي المعادله اللي انا هستخدمها. بيقول لي فين الاري؟ الاري بتاعي اللي هو من اول حرف الاي فوق لحد الاتش، او ممكن من اول موظف لاخر موظف، اللي هو من A2 الى H100، من A2 الى H100. طيب هحط الفاصله بتاعتي اللي هي علشان تدخلني على الجزء بتاع include. حلو، ايه include دي؟ معادله فلتر بتيجي تقول لك انت البيانات اللي انت دورت عليها ديت اللي هي في الاري عايز منها ايه؟ قلت لها ان انا عايز ان العمود بتاع البي 2 الى بي 100 مالهم كده. انا علمت على عمود الاسماء اللي انا هسيرش بيه، قلت له قال لي خده كده الاول وحط قبل منه ليفت. طب ايه معادله ليفت؟ ليفت اللي هي بتقرا الحروف من ناحيه الشمال. طبعا ده عشان حروف بالانجلش، او ده عشان اسماء موظفين بالانجلش. لو انا هشتغل في السيرش بتاعي اسماء الموظفين بالعربي يبقى هختار معادله رايت. خلي بالك عشان النقطه دي مهمه، لو هشتغل اسماء الموظفين بالانجليزي يبقى ليفت، لو هشتغل اسماء الموظفين بالعربي يبقى رايت. وبعدين هحط هنا الفاصله. بعد كده بيقول لي طب النمبر اوف كاركترز، عدد الحروف ايه؟ ليفت قد ايه؟ رايت قد ايه؟ هقول له لو ليفت، بص بقى الحته دي، لو ليفت قد ايه هقول له لينس، هستخدم معادله لينث. واللي بتقيس عدد الحروف هتقيس عدد حروف ايه؟ هتقيس عدد الحروف بتاع بي واحد. طب فهمهاني كده معلش، عشان انا ما بحبش اشتغل حاجه وانا مش فاهمها بالظبط. تعالى بقى اقول لك المفيد. هنا انا قلت له انا هكتب في التكست بوكس ده يسمع في بي واحد، فلو كتبت حرف في التكست بوكس ده يسمع في بي واحد. فقلت له ايه؟ لما اكتب في التكست، انا كده كده خلاص شاورت على التكست بوكس ده وقلت له ان انا هكتب في بي واحد. طيب بي واحد بقى قلت له هنا لينس، يعني لو في بي واحد حرف عده، فهو عد الحرف، فلما هيعد الحرف في بي واحد هيجيبه من ليفت، هيقراه من الليفت. يعني لو كتبت اتش هيطلع لي كل الناس اللي بحرف الاتش، كتبت ايه هيطلع لي ايه اللي هو اتش اي، هيطلع كل الناس اللي بتبدا بحرف اتش اي، لان هو بيعدهم اوتوماتيك اول ما بيتكتب. طيب نيجي نقوم قافلين القوس التاني بتاع كلمه ايه؟ بتاع كلمه ليفت، واقول له لسه انا في انكلود، اقول له لما بيساوي ايه؟ بي واحد برضه. يعني قصدك ايه؟ قلت له ان الكلام اللي انا هكتبه في بي واحد لازم يكون موجود هنا. وبعدين حطيت الفاصله، وهنا بيقول لي if empty. if empty دايما بقوم قايل له مثلا ايه؟ مثلا هحط كلمه لا يوجد، يعني لو كتبت له اسم موظف مش موجود يطلع لي كلمه ايه؟ لا يوجد. خلاص. طيب دوست انتر. طبعا ممكن اقول له ايه؟ not valid، يبقى انا ممكن استخدم كلمه not valid او ان ايه اهي. خلينا نحطها بالانجلش بما ان المعادله كلها بالانجلش. ان ايه not available، ماشي، او ان في not valid. تمام، جميل جدا. انا كده خلصت المعادله بتاعتي. بالظبط خلصت. مجرد ما ادوس انتر هيجيب لي كل البيانات. بص كده جاب لي كل البيانات. هروح طبعا الغي الديزاين مود، وهقوم جاي كاتب هنا. خلي بالك طول ما انت في الديفلوبر ديزاين مود التكست بوكس دي ما بيتكتبش فيها حاجه، لان انت في الديزاين مود. لكن بمجرد ما بتخش تلغي الديزاين مود بتكتب عادي. حاجه اخش هنا اقول له اهو ام او. طيب نقرا بقى المعادله اللي حصل ايه. ام او انا كتبت حرفين، فاللينس قرا ان هما حرفين اتنين، فقرا من الشمال حرفين تحت اسم ام او، فراح شافهم في المعادله بتاعت فلتر اللي بتفلتر البيانات بناء على حرفين. طب انهي حرفين؟ اللي مكتوبين بيساووا بي واحد، فجاب لك على طول البيانات. قلت له لا انا عايز ايه؟ خلينا ايه؟ جي اي. لقيت جابر وجمال. طيب بي خلاهم لي ايه؟ جابر بس. ام هيخلي لي جمال بس. وبكده يبقى انت عملت سيرش بار، وتقدر تسيرش بالاسم بشكل انتراكتيف، وتقدر تستخدمه في قاعدة البيانات بتاعتك بدون اي مجهود. وتاني باكد عليك انت خلي بالك ان انت لو بتشتغل الاسماء بالعربي هتخلي ليفت هتخليها معادلة اسمها رايت عشان يقرا الاسماء من اليمين للشمال. تمام، شكرا جدا ليكم، مستني تعليقاتكم، ويا ريت لو تقولوا لنا وتدعمونا في الكومنتات بتاعتكم.